هل ممكن تبقى انت مركز في طموحك وفلوسك وفي نفس الوقت بتتواصل مع نفسك، ولا ما تقدرش تركز في الحاجتين؟ يعني ده طريق يا ده طريق. كل حاجة في الدنيا بتتبني فوق بعض، يعني البيت بيتبني فوق بعض، الكرسي بيتبني فوق بعض. ما ينفعش تبدأ الكرسي بالمسند مش هتعرف تبنيه. هتبنيه ازاي؟ لازم الاول تعمل رجلين، تحط عليها البتاع، بعدين تعمل قاعدة، بعدين تعمله ازاي؟ البني ادم كمان، والكونستراكشن بتاع افكاره، بتاع انت مين، انت عايش، انت بتعمل ايه هنا. لازم يبقى المسألة مترتبة في راسك، مش بمنطق بتاع المثل الشعبي اللي هو حقيقي برضه لحد كبير، انه صاحب بالين كذاب، هو صاحب عاقدتين منافق. انت هنا بتعمل ايه يا باشا؟ والله انا هنا عشان اغلب الناس على فكره عايشين في الحكايه دي. انا هنا عشان انت مش شايف وانا لاحق اصلا. انا هنا عشان اخلص مدرسه، وبعدين اخلص جامعه، وبعدين ادور على شغل، وبعدين اشوف عروسه، وبعدين اتجوز عروسه، وبعدين نشوف بيت، وبعدين نشوف ستاير، وبعدين نشوف بتاع، وبعدين نخلف عيال، وبعدين نشوف لهم مدارس. بقى بالاختصار المخل قوي تاخد قد ايه القصه دي؟ تاخد 20 سنه تغمض كده تفتح تلاقي 20 سنه راح. طب واللي بعدهم بقى هتفوق انت بقى فجاه للبيربس بتاعك في الدنيا؟ انت هتهزر. ما انت اصلا ما انت انتانجل، ما انت مشبوك، ما كل حاجه من دول شبكاك ب 100 طريقه.